ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ أنا مصطفى منصور، طالب هنا في النمسا. ده الفلوج السادس، وزي ما انتم شايفين أنا في فين لهاوبنهوف. سافرت النهاردة من إنسبروك لهاوبنهوف، خدت بالظبط 6 ساعات. فالنهاردة هنزور كل الأماكن السياحية في فين. ممكن النهاردة لو عندنا وقت، لو انتوا حابين تشوفوا الجامعة بتاعت فيينا، فخليكم معانا تابعوا لآخر الفيديو. دلوقتي يا جماعة أنا اشتريت التذكرة دي ب8 يورو. دي تذكرة بتشتريها أول ما بتنزل فيينا، يبقى متاح ليك 24 ساعة تركب أي مواصلة في فيينا. دلوقتي كان معانا شنط كتير، طبعا زي ما انتم شايفين اللوكر هنا، حطينا الحاجات في اللوكر. دفعنا 2 يورو ونص. يعني ده أحسن ليك لو انت معاك شنط كتير، ممكن تحطها بعد كده تدفع 2 يورو ونص تاخد تذكرة زي دي. بعد كده تقدر اللي انت لما ترجع مثلا تقدر انت تاخدها تاني. دلوقتي يا جماعة المترو جه، رايحين بالفارد ميوزيوم. دلوقتي يا جماعة دخلنا الميوزيوم، معايا بريست. It's too cold. جو جو تلج يا جماعة والله. Where's the palace? Here or there? I think there, right? طيب يا جماعة احنا لسه نازلين من شتراسنبان، تعتبر كده وصلنا. دلوقتي يا جماعة أنا في الكريسماس ماركت في فيينا، فعايزين نشوف الفرق بين الكريسماس ماركت في فيينا وإنسبروك. صراحة يا جماعة الفرق بين فيينا وإنسبروك، فيينا طبعا مدينة كبيرة قوي، يعني رحت يجي 3-4 أماكن ولسه في أماكن كتير. يعني أنا بالنسبة لي مدينة إنسبروك أحسن بكتير، لأن ما بحبش المدن الكبيرة. بس هنا في مميزات كتير، يعني لأن في كريسماس ماركت هنا كتير، والأجواء هنا طبعا في ناس كتير في فيينا. الأجواء هنا أكتر شوية لأن مدينة إنسبروك تعتبر صغيرة. دلوقتي يا جماعة خلصنا الكريسماس ماركت، ودلوقتي رايحين على جامعة فيينا. فلو عايزين تتفرجوا على الجامعة، فدي أول مرة ليا في جامعة فيينا. يا جماعة احنا وصلنا جامعة فيينا زي ما انتم شايفين كده، دي جامعة فيينا. فيلا بينا تعالوا نشوف الجامعة من جوه عاملة ازاي. النهاردة فيها ناس كتير، فدي أول مرة ليا في جامعة فيينا، فخليكم معانا. عايز أوريكم برضو الجامعة عاملة ازاي. فالجامعة الصراحة كبيرة أوي، أكبر من جامعة إنسبروك. الجامعة النهاردة زحمة، بندور على مكان نقعد فيه، والمكتبة النهاردة مقفولة مش عارف ليه. في ناس كتير يا جماعة سألوني في الكومنت عن جامعة فيينا،
وانا النهارده في جامعة فيينا بصورلكوا الجامعة عاملة ازاي. برضو لو في حد عايز يقدم على جامعة فيينا، طبعا هي بنفس الشروط بتاع جامعة إنسبروك، تختلف بس اختلاف بسيط اللي انت ممكن تقدم عليها. لو انتوا حابين ان انا اعمل لكم فيديو عن ازاي تقدم على جامعة فيينا ممكن تكتبولي في الكومنت. لسه خارجين من جامعة فيينا زي ما انتم شايفين الساعة 6 دلوقتي. برضه هصور كام كده حاجة في الكريسماس ماركت، هنشوف الأجواء في فيينا بتكون عاملة ازاي. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة أنا في الكريسماس ماركت في فيينا. الأجواء هنا طبعا أحسن من إنسبروك بكتير، لأن هنا في فيينا عندهم كريسماس ماركت في أكتر من مكان، يجي من خمس أو ست أماكن. أما احنا عندنا في إنسبروك عشان المدينة صغيرة ففيها يعتبر مكان واحد بس للكريسماس ماركت. دلوقتي يا جماعة احنا في هوفر، خلصنا اليوم طبعا ورايحين لهاوبنهوف، نركب 6 ساعات قطر. طبعا جبنا شوية سناك. ودلوقتي يا جماعة احنا ركبنا القطر وقدامنا 6 ساعات لحد مدينة إنسبروك، فهنشوفكم في إنسبروك إن شاء الله. دلوقتي يا جماعة زي ما انتم شايفين وصلنا الحمد لله إنسبروك. خدنا بالظبط 5 ساعات من فيينا لإنسبروك. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. تشوس.